حضرت كاميرا روتانا جلسة تصوير خاصة لمجموعة من النجوم الشباب، كان في مقدمتهم دينا الجرحي وكريم مأمون ومحمد عامر، والذين تحدثوا لكاميرا روتانا عن أعمالهم الجديدة والتي ستعرض خلال شهر رمضان القادم. طبعا بالنسبة لأي ممثل مهم جدا ان هو يهتم بالتصوير، لأن ده بيخلي الناس تبتدي تعرفه كويس جدا وبتشوفه في أكتر من شكل، لأن الصور اللي أنا بعملها كلها مختلفة بكاركتر مختلف، فتقدر تشوفني في أكتر من صورة. الحاجة التانية بتسوق برضو بالنسبة للمخرجين، بتسهل ان هو يشوفني بأكتر من شخصية، فبالتالي بتديني مساحة ان هو يقدر يختارني في دور مناسب. السنة دي ان شاء الله هو طبعا أول عمل مسلسل الإكسلانس، بطولة الفنان أحمد عز والفنانة نور، الفنانة منى فضالي، الفنانة منى فضالي والفنانة انتصار، مريان حسين، رانيا ملاح، والفنان أحمد رزق، أحمد حلاوة، مجموعة كبيرة جدا، فنان تامر ضياء عشان ما انساش حد. بس هو المسلسل مختلف جدا، احداثه كلها مثيره من اول حلقه، والحقيقه طبعا الاستاذ وائل عبد الله كان اتاح لي فرصه ان انا اتواجد في المسلسل بشخصيه باهر. انا كل مشاهدي اكتر مع الفنانه انتصار والفنان احمد عز. شخصيه باهر هو مدير كافيه، الكافيه ده بتدور فيه احداث هي اللي هتخلي بمعنى الاصح نسبه المشاهده تبقى عاليه جدا، انها تسير الاحداث في المسلسل. والحقيقه بشكر طبعا الاستاذ عبد الله ان هو اداني مساحه، وهو بيدي مساحه جدا للوجوه الشابه الجديده وبيهتم بالتفاصيل، فده بيدي مساحه للمشاهد انه يهتم بالعمل وان هو يتابعه متابعه جيده. عندي مسلسل السنه دي برضه، مسلسل عمليه ميسي، ده بطولة وصوت الفنان أحمد حلمي، والكاركتر أو الشخصية أو محمد أبو السعود اللي عمل شخصية القرد، وممثل هايل جدا الحقيقة، برضه بيبذل مجهود قوي جدا. طبعا معانا بقى الفنانة إيمي، الفنانة بشرى، الفنان صلاح عبد الله، الفنانة بيلا عيسى، مدلين طبر، مجموعة كبيرة جدا، وأنا دوري في ضابط مخابرات أمريكي. طبعا الأحداث كلها بتعتمد على كوميديا الموقف بيني وبين ميسي يعني، فكل مرة هنشوفني بشكل مختلف في المسلسل يعني.